255. سالته على حلواني قال لي ب 450. يا حلاوه. لا بجد الدنيا ولعت. المخلل احنا ناكل مخلل بقى يا جماعه، ايه رايكم احنا ناكل مخلل؟ هو عموما انا وانا بجيب البقاله ما كانش فاضل معايا غير 200 جنيه. قلت له بص عندي ال 200 جنيه قول لي يعني ايه نظبط على 200 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه باذن الله معايا اسعار الخضار ومعايا اسعار بقاله ومعايا اسعار الفراخ. انا خايفه عليكم تتصدموا بصراحه من الاسعار. يعني انا مثلا خرجت ب1000 جنيه رجعت من غير ولا ملي، خلص بحتار في الهوا. بجد الاسعار غاليه جدا. يعني انا مثلا الخضار اللي كنت بجيبه ب100 دلوقتي بجيبه ب200 و250. مش عارفه ايه اللي بيحصل. الفراخ عليت 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 عليت. هنشوفها طبعا مع بعض دلوقتي. مش عارفه يعني الدنيا هتقف فين بصراحه، يعني الدنيا عاليه جامد جامد بدل حاجه ما تنزل. خصوصا في الخضار، يعني الخضار اول ما بيطلع الموسم بيبقى غالي، بعد كده بيبتدي ينزل شويه شويه. يعني مثلا بقول له على الفاكهه على الرمان، يعني هو مش هينزل امتى؟ كان بينزل ل5 وكيلو ونص كمان ب5، دلوقتي ب10. قال لي لا ده خلاص ده بقى في الاخر، يعني ملحقش ينزل اصلا، يعني بقى في الاخر وملحقش ينزل. وقيسوا على كده حاجات كتير جدا هنشوفها مع بعض. اسعارها مش عايزه تنزل وثابته، لا بالعكس ده بتعلى. تمام، يلا نشوف الاسعار مع بعض، بس بلاش تتصدموا زي ما انا اتصدمت النهارده. يعني حاولوا ايه تتقبلوا الموضوع بصدر رحب. تعالوا بينا نشوف اسعار. انا جبت بقاله، شويه بقاله كده، هنشوف اسعار البقاله لانهم شويه صغيرين مش كتير، فهنشوفهم مع بعض على السريع. برضو اتصدمت من الاسعار، مش عارفه بقى هي بتفرق من ماركت لماركت. تقريبا بتفرق، لان انا بجيب مثلا الجبنه البراميلي والاسطنبولي بجيبها تقريبا ب80، جبتها من ماركت تاني جديد اسمه هايبر باندا جبتها ب95، فتعتبر غاليه غاليه. يعني الكيلو ب95، الكميه دي بس ب 24 جنيه. ليه؟ بصوا يعني بصراحه انا حاسه ان في اختراع في الموضوع، الا اذا كانت غليت بقى على المستوى بتاع الماركتات كلها، ده اللي انا مش عارفاه. هنا الخشاله دي يعني ايه، في ناس شكرت فيها وقالت عليها حلوه فحبيت اجربها. طبعا لما تحبي تجربي حاجه ما تجيبيش كميه كبيره، لا يعني جبت كميه مثلا ربع كيلو وطلعت 380، لانه يعني ايه قلت له هات اصغر حاجه، يعني ما عرفش يقص منها. المهم الكميه دي ب 37 جنيه، برضو غاليه ب 98 يا جماعه. ويا رب تطلع حلوه، يعني الله اعلم هتطلع حلوه ولا لا. ب 98 غاليه جدا. يعني جبنه بيضه ليه؟ حرام. احنا هنرجع للجبنه القريش يا جماعه من الاول تاني. لو انها غليت برضو، بس هي في الفلاحين والارياف لسه سعرها حلو. الرومي جبتها، ده رومي وسط ب 115 الكيلو، والرومي القديم ب 145 برضو. مش عارفه ايه اللي بيحصل فينا بصراحه. تعالوا نشوف الجبنة دي ب31 جنيه الكمية دي، برضو عالية ب99، بما انها مع انها في الفاتورة ب95، هي هنا 99، معرفش ايه السبب. هو علق الاسعار لان انا جبت البسطرمة، هنشوفها معاكم. بقول له البسطرمة بكام، حد قال لي 220 وحد قال لي لا ده عليت، دي بقت ب255. بصوا اهي، قال لا ده عليت بقت 255 تقريبا مسافة يوم واحد، يعني عليت في يوم. يعني هي قال ب 230 وفي يوم بقت ب 255. بصراحة احنا تقريبا هنعمل مقاطعة، يعني المفروض نعمل مقاطعة والله، خصوصا في الفراخ واللحم. يعني انا سمعت ان اللحمة كمان بقت ب 230 تقريبا. على هذا الاساس البسطرمة غليت. مع انهم عاملينها من سنين يعني، بس تقول ايه، بس جميلة بصراحة شكلها حلو جدا. وبرده ما بجيبش كمية، يعني انا بجيب مثلا دي 150 جرام حاجة يعني مش كتير. تمام، فما بجيبش كميه كبيره بحيث انها يعني ايه ما تقعدش عندي كتير، يعني بجيب على القد. الكيلو 255. سالته على حلواني قال لي ب 450. يا حلاوه. لا بجد الدنيا ولعت. المخلل احنا ناكل مخلل بقى يا جماعه، ايه رايكم احنا ناكل مخلل؟ الكميه دي ب6 جنيه وربع، والكميه دي ب7 جنيه وربع، يعتبر برضو غالي والله. كيلو ب35 كان ب16 جنيه البصل او ب20. فهو الاسعار نار 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 بصراحه. هنا الكميه دي ب14 جنيه، دي حلاوه الحمد لله لسه عند سعرها، او كانت اقل برضو. دي ب60 جنيه الكيلو، الكميه دي حاجه بسيطه يعني. هو عموما انا وانا بجيب البقاله ما كانش فاضل معايا غير 200 جنيه. قلت له بص عندي ال 200 جنيه قول لي يعني ايه نظبط على 200 جنيه، عشان انا اصلا رايحه اجيب جبن. تمام، فجبت الجبن دي، انا محتاجه جبن بس.
تعالوا بقى نشوف مع بعض. جبت برضو شويه بهارات من العطار. الفلفل الاسود ده الكميه دي ب10 جنيه. حبه البركه هعمل ليمون مخلل الكميه دي ب5 جنيه. جبت حبهان الكميه دي ب10 جنيه. ده على السريع لان لسه الخضار. مرقه الدجاج بقى اللي عنده غاليه قوي ب8 جنيه كانت ب6. هنا الزعتر الكميه دي ب5 جنيه برضو كنت محتاجاها. دي سبحه كده ب35 جنيه. تمام لقيتها عنده عجبني شكلها. تعالوا بقى نشوف الخضار يا جماعه. بصوا هقول لكم اول حاجه عشان هي تقيله وعايزه انزلها من على الترابيزه. اسعار الكرنبايه دي هو عنده حجمين، الصغيره ب15 والكبيره دي ب20. تمام. انتوا عارفين بقى ان بكره الجمعه فاساسي الكرنب. ماشي. عشان انزل الكرنبه تفضي مكان. تمام. تعالوا بقى نشوف باقي الخضار معانا جايبينه بكام يا جماعه. تعالوا يلا على الصدمه. بس صدمه الخضار هي الخضار يعني لما مهما تجيبي ما بيبقاش تدفعي كتير، بس في نفس الوقت يعني غالي برضو. الجوافه ب8 جنيه الكيلو عند كل الناس بصراحه، يعني مش هتقولي حد وحد، لا هي عند كل الناس الكيلو ب8 جنيه. العنب ده يعني انا ما بحبوش قوي، العنب اللي هو فيه بذر، بس يعني ايه قلت تغيير. الكيلو برضو ب8 جنيه. دي بايظه اهي. الكيلو من العنب ب8 جنيه هو كمان. الطماطم النهارده ب6 جنيه يا جماعه. لسه ثابته الحمد لله. الطماطم ثابته يا جماعه. لسه الطماطم ب6 جنيه ونص. الكيلو ونص ب10، 6 ونص. تمام الحمد لله لسه ثابته معانا الطماطم. تعالوا نشوف باقي الفاكهه. طب خلونا في الفاكهه الاول. جبت برتقان كمان. الكيلو البرتقان ب6 جنيه ونص، يعني الكيلو ونص ب10. برضو ما بزودش من البرتقان، مش عارفه ايه اللي وقع. ما بزودش من البرتقان لانه لسه مزز شويه. تمام. بس هو بدا يصفر، بس يعني ايه خلي بالك برضو هيكون مزز مش مسكر زي البرتقان الشتوي. جبت الكنتالوب ده بصراحه انا ما كنتش بحبه خالص، دلوقتي بعشقه. بصوا يا جماعه لقيت طريقه حلوه قوي انا يعني انا بعملها. بروح جايبه الكنتالوبايه ومقطعاها حتت صغيره خالص. طبعا اشيل البذر واقشرها واشيل البذر واقطعها حتت صغيره خالص واحط عليها شويه سكر. تمام. في طبق حلو كده وتحطيها في التلاجة لمده ربع ساعه. طلعيها عسل. طعمها زي العسل، مش عسل يعني عسل، لا هي طعمها زي العسل. بصوا بقى اهو زي ما قلت لكم الحاجه كلها في ازدياد. البتنجان المحشي كان ب6 جنيه ونص، يعني كيلو ونص ب10. دلوقتي الكيلو ب10. يعني مثلا عشان تجيبي 2 كيلو بتنجان وكرنبايه بس كده قبل ما تعمليهم ب40 جنيه. بصوا هو حلو بصراحه وصغير وجميل بس غالي. الكيلو ب10 ليه؟ ب10 جنيه. بس طبعا عندي الولاد بيحبوه، فانا كنت هقول كفايه الكرنبايه وكده، بس لقيته صغير كده فايه جذبني. جبت كمان رمان. هو اول ما قال لي طبعا الرمان في الاخر، الرمان ده يا جماعه صحي جدا 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 جدا. فاول ما قال لي في الاخر طبعا قلت اجيب بقى قبل ما ايه، ممكن المره الجايه الاقيه ب15 يعني انا جايباه المره دي ب10 اهو. بس جميل. بصوا لونه تحفه. هو فتح كام واحده كده، طبعا في واحده قال لي هو كله احمر، قلت له طب متاكد وما اعرفش، وقعدت اعاوح معاه يعني. راح فاتح لي واحده طلعت بيضه خالص فتح واحده تانية طلعت نص نص. فتح رقم 3 قال لي لا دي لونها احمر قلت له ايه ده انا خسرتك كيلو رمان. قال لي لا ما هو لو طلع ابيض انا هرجعه. قال يعني هيرجعه يعني والله العظيم، او ممكن ما يجيبش منه تاني. يعني هي لونها احمر اهي وجميله. خليته فتح بقى واحده لونها احمر زي دي طلعت لونها حلو، لكن اللي لونها ابيض من بره بتبقى ابيض. قال لي هاتي لي اي واحده وانا هفتحها لك جنب قلبه كده. فرحت جايبه له واحده بيضه خالص. طلعت بيضه خالص لما جبتها له. يعني ايه جبتها له القشره بتاعتها من بره لونها ابيض، فبيفتحها هو مش بيفتحها بسكينه، بيروح دششها كده بايديهم ما شاء الله عليهم يعني. بس كده. جبت بقى خضره طبعا لزوم المحشي. محشي وجايبه سبانخ كمان. طبعا الكزبره بتحتاج خضره. جبت التلاته ب2 جنيه خضره. بس خضره جميله وطازه كده وحلوه. طبعا الخضار كل ما يكون طازه يا جماعه كل ما يكون اجمل واطعم. في انك انت تعملي اي اكله لازم تكون خضارها طازه، يبقى ليها طعم تاني خالص. تمام.
جبت موز، ده من ضمن الفاكهه. معلش انا لخبطت الدنيا يعني الفاكهه على الخضار، بس استحملوني لان الاكياس ما شاء الله. الموز النهارده يا جماعه ده بقى الحاجه الوحيده بقى اللي رخصت. كنت جايباها اخر مره ب 15، المره دي ب 12. دي الحاجه الوحيده اللي رخصت. تقريبا هترخص عشان احنا خلاص داخلين على الشتاء، فخلاص الموز هيبتدي يبقى كتير، فلما بيبقى كتير بيكون ايه ارخص. التفاح هو اللي علي، كان ب 20، جبته النهارده ب 25. الاحمر والاصفر الكيلو ب 25. عايزه واحده. ايه تاني معايا؟ جبت سبانخ، بما ان معايا الكيسه بقى بتاعت اخر حاجه في الكيسه دي. جبت سبانخ. السبانخ والله ما سالتوش على سعرها بصراحه، بس ممكن تكون الكيلو ونص ب10 او الكيلو ربع، بس حلوه وطازه برده وجميله. طبعا عشان كده جبت لها الكزبره اهي، حطها معاها عشان نبقى نطبخها مع بعض. ماشي. جبنا ايه كمان؟ جبت بطاطا. البطاطا يا جماعه برضو رخصت. ليه؟ برضو على اساس ان احنا خلاص برضو في الشتاء بتكتر، يعني احنا داخلين على الشتاء فالبطاطا بتكتر في الشتاء. البطاطا جبتها بكام؟ ب5 جنيه. كانت الكيلو ونص طبعا ب10، دلوقتي البطاطا ب5 جنيه. يعني في حاجه، بصوا يعني اقدروا اقولوا ان في حاجه بتشيل حاجه، بس برضو انا دافعه اكتر. بس ممكن دافعه اكتر عشان انا جايبه كميه اكتر برضو، يعني لان انا ما عنديش حاجه خالص خضار، فقلت بقى اجيب كله واخلص عشان ما انزلش ايه. يعني مثلا الخضار ده يكفيني من 10 ايام ل15 يوم، حاجه كده يعني. جبت بطاطس. البطاطس ب9 جنيه. طبعا البطاطس غاليه جدا. برضو بجيب 2-3 كيلو كده، ما بزودش لانها مزرعه، فالمزرعه دي هتزيد في انها تزرع اكتر، فبرضو ما تخليش البطاطس عندك وقت طويل، يعني اخرها اسبوع اسبوعين بالكتير. ما تزوديش عن كده. تمام. وكده يا جماعه الفيديو بتاعي خلص. اللي عجبه الفيديو بسرعه 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 ينزل يحط لايك لقناه ايمان احمد، ويا رب يكون الاسعار، يعني عرفتوا الاسعار. انا عارفه ان في ناس من متابعيني بيستفيدوا من الاسعار جدا، بحيث ان هم ينزلوا يشتروا يبقوا عارفين الدنيا فيها ايه، وما يقعدوش يلفوا كتير. طبعا في السوق الاسعار ممكن تكون مختلفه شويه، بس مش شويه كتير. يعني لو السوق جنب بيتك اعرفي ان هو اسعاره زي ده، لكن لو سوق بقى كبير، سوق مثلا زي سوق الجمعه والحاجات دي، هيبقى اسعاره حلوه، بس بيبقى زحمه بقى والدنيا يعني ما اقولكوش. لكن حاجه يعني شادر، فيه خضار، فيه كل حاجه في السوق، يبقى كده راحه ليكي. طق 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 طق، مفيش نص ساعه هتكوني جبتي حاجاتك وروحتي. بس كده، وشكرا ليكم. وبسرعه بسرعه انزلوا حطوا لايك لقناه ايمان احمد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. بصوا يا جماعه معايا، انا نسيت طبعا اقول لكم على الفراخ، وما حبيتش اقفل الفيديو يعني امشي من غير ما اصورها لكم. هي فراخ اللي هي بريشها، بصراحه بتبقى بحسها طعمها مختلف خالص عن الفراخ اللي بتجيبيها مثلا من السوبر ماركت، او بتجيبيها من عند الفرارجي اللي هو الفراخ قدامك متنضفه. الفراخ بريشها الكيلو النهارده كان ب49. طبعا دي صدمه عمري، صدمه عمري يا جماعه. الفراخ النهارده الكيلو ب49 اهي، يا رب تكونوا شايفينها. طبعا انا مش عارفه اطلعها عشان في ميه كتير. جبت الفرختين دول، تخيلوا بكام؟ ب180 جنيه. بعد ما كانت الفرخه ب50 جنيه، الفرخه دلوقتي ب90 جنيه. جبت كمان فرخه بلدي، اللي هي بلدي بيتي. بلدي البيتي الكيلو منها، او هي غاليه بصراحه اهي. بصوا دي ب100. بصوا انا دفعت في الفرختين والفرخه البلدي دفعت 270 جنيه. شفتوا؟ كانك بتشتري دكر بط. دكر بط طبعا دلوقتي هيعدي 300 جنيه. فبصراحه الاسعار عاليه جدا جدا، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل. واللحمه برضو مش عايزه اصدمكم والله بكل الاسعار دي، بس هقول لكم برضو عشان ما تنزلوا وما تتفاجئوش. اللحمه زادت برضو الكيلو 30 جنيه. اللحمه البلدي طبعا، يعني الكيلو كان ب 170 او ب 180، بقى من 200 ل 210. فطبعا زادت اللحمه 200 جنيه، كتير كتير جدا يعني. سمعت برضو ان المجمده، اللحمه المجمده، انا ما بجيبش لحمه مجمده، بس سمعت انها هي برضو زادت 30 جنيه. يعني اللحمه البلدي زادت 30 والمجمده زادت 30. يزودوا المجمده 30 ليه؟ انا مش عارفه. يعني البلدي اهي بتاكل اعلاف من عندها، المجمده ما هي جايه لك مذبوحه، مزودها ليه 30 جنيه؟ ده اللي انا سمعته بصراحه، لكن انا متاكده ان البلدي زادت 30 جنيه. للاسف كل حاجه ولعت تقريبا، الفراخ واللحوم والبيض. مش تقريبا، هي عشان الاعلاف، احنا عارفين في مشكله في الاعلاف والاكل بتاع الحيوانات. اسيبكم بقى، كفايه كده صدمات.